اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش يا ست الكل تنوريني وتشرفيني باشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول وتحطي لايك بقى للفيديو ونبدا بينا الفيديو. نسمي الله كده ونبدا. بصوا بقى، كنت رايحه اجيب شويه حاجات كده للتلاجة. هو انا ما كنتش رايحه بصراحه، يعني انا صحيت من النوم كده ما كانش في نيتي ان انا هروح. فرجعت بقى الساعه 9 كده، قلت لا ده انا هروح بقى اجيب شويه حاجات خفيفه كده ولسه هروح تاني. يعني انا لسه هروح ان شاء الله بكره باذن الله، هروح اجيب شويه حاجات كده. لان انا ما جبتش كل حاجه، كنت رايحه متاخره الساعه 9، فحسيت ان الحاجه اللي في السوق يعني مش قد كده، يعني فاهمين. فانا جبت الحاجات اللي لازماني، اللي هو ايه يعني اللي انا محتاجاها قوي يعني. ما كانش عندي فلفل، ما كانش عندي خيار، ما كانش عندي بطاطس، ما كانش عندي طماطم. طبعا انا مفرزه طماطم من قبل رمضان بشهر كده. فما شاء الله ما شاء الله، يعني الكميه اللي انا جبتها كنت جايبه. آه بصوا، جبت قفصين طماطم ورجعت جبت قفصين تاني ورجعت جبت قفص، يعني 5. فبصوا فرزتهم كلهم، فما شاء الله يعني لعند النهارده انا بستخدم الطماطم اللي انا مفرزاها. بشتري بقى على القد كده، بشتري على قد السلطه اللي احنا هنعملها. طبعا بشتري 3 كيلو 2 كيلو 4 كيلو، يعني على قد الاسبوع كده يكفوني الاسبوع. هنا الطماطم غاليه موت، الكيلو ب20 جنيه وفي ب25 جنيه. جبت اللي هي ب20 برضو حلوه مش وحشه، واللي ب25 برضو حلوه، وما فيش اقل من كده خالص. يعني في ناس بتبيع بسعر وناس تاني بتبيع بسعر، كل واحد يعني بيبيع بمزاجه يعني. الطماطم الكيلو ب20 جنيه، جبت 3 كيلو ب60 جنيه. وجبت ايه كمان، وجبت البطاطس دي 2 كيلو ب45 جنيه. يعني الطماطم والبطاطس بس ب105. جبت ايه كمان، جبت بطاطا الكيلو ب10 جنيه. والله انا مش عارفه اوانها ايه بصراحه، يعني انا مش عارفه هي بتطلع امتى، في الصيف في الشتاء. هو انا دلوقتي بحس ان كل الخضار موجود، يعني اي خضار انا عايزاه بيبقى في السوق موجود، زي الجزر مثلا موجود طول السنه. مع العلم ان انا كنت بفرزه بقى وبشيله في اكياس كده بفرزه، بس انا شايفه ان هو موجود طول السنه يعني. اللهم صل على النبي. جبت كمان فلفل الكيلو ب10 جنيه. ما جبتش كتير لان انا كان عندي فلفل اصلا وشيلته كده، عملته فرمته كده في الكبه، وعملته حطيت عليه توم وشيلته في الفريزر، لانه كان ابتدى يبوظ عندي فانا شيلته. وده بقى الكيلو ب10 جنيه، جبت نص كيلو بس. جبت كمان ايه، جبت باميه الكيلو ب40 جنيه او ب45 تقريبا، جبت برضو نص كيلو. انا جبت الحاجات اللي هو ايه اللي انا محتاجاها ضروري ضروري، عشان انا لسه هروح اجيب حاجات تاني. وجبت كمان مانجا. المانجا لا دي عويسي. بصوا، في سكري وفي عويسي. العويسي ب60 جنيه او ب50 تقريبا، والسكري تقريبا ب15 جنيه. جبت كمان عنب الكيلو ب25 جنيه. جبت ايه كمان، بس هو ده اللي انا جبته. بصوا، جبت حاجات خفيفه كده، انا ما لفتش كتير، حاجات خفيفه كده. وجيت بقى الجو حر، درجه الحراره 40. بصوا مش قادره استحمل اصلا ان امشي خطوه واحده، يعني خطوه واحده بس مش قادره امشي والله بجد. انا من النوع اللي بفرهد كده في الحر، وببقى مش قادره اصلا اخد نفسي من شده الحراره. فانا ما بحبش اخرج في الصيف في الحر ده خالص بره. جبت بقى الطبق اللي انتوا شايفينه ده، اللي انا حطيت فيه العنب والمانجا. بصوا تحفه تحفه، انا اول ما شفته كده لا هجيبه، والله قلت هجيبه يعني. جبته ب40 جنيه. بصوا شكله جميل، وبصوا عامل ازاي. بيتحط بقى فيه العيش، بتحطي فيه فاكهه. بصوا تحطي فيه برتقان في الشتاء بقى. يعني انا اول ما شفته اصلا قلت ده هيتحط فيه برتقان، لان انا بحب احط البرتقان كده على الرخامه في حاجه كبيره. فتحسوا كده ان هي صغيره بس هي كبيره ما شاء الله بتشيل يعني. طلعت بقى كيس لحمه من الفريزر، وطلعت كيس صلصه من اللي انا كنت مفرزاها. واللهم صل على النبي. وادي الباميه هعملها ماشي. قلت هقمعها كده وانا واقفه. انا بصراحه لما بعمل الباميه دي بحب اقعد، ما بحبش اقف، بس انا
بما ان انا كنت متاخره، ما انا رحت بقى السوق ورجعت ومش عارف ايه، فاخدت وقت، وخصوصا ان انا كمان رايحه الساعه 9:30 كمان، ولا رايحه 10، والله ما انا فاكره، هو من 9 ل10 كده. في الوقت ده كنت لسه نازله، وزي ما قلت لكم ما كانش في نيتي ان انا هروح بصراحه، بس رجعت قلت انا ما عنديش حاجه اصلا، فمش هينفع بقى اقعد يعني افضل قاعده اكتر من كده، لا انا راح اجيب، بلحق نفسي كده اجيب شويه حاجات خفيفه. كنت عايزه بقى اروح واجيب شويه بقوليات كده، بس برضو الجو حر والحر اللي احنا فيه ده تحس ان هو لا انت عايزه مثلا تعملي فرخه، تسلقي فرخه تسلقي فرخه وتحشيها شويه رز وشويه ملوخيه وبس. يعني رز وملوخية، وتسلقي مثلا فراخ، سواء فراخ بيضة بقى، فراخ بلدي، او تسلقي لحمة. هو الصيف ده مش عايز غير كده، يعني مش عايز طبيخ بقى وتطبخي وتعملي مسبك بقى، والاكل اللي هو بيكتم ده وبيخنق ده، لا الصيف مش عايز كده. عملت البامية وما عملتش البصلاية، يا دوبك بس البصلاية كانت دبلت شوية صغيرين. بعد كده حطيت الطماطم، وهتشوفوا معايا دلوقتي، وحطيت اللحمة وبس كده. قمعت الباميه وشلتها حطيتها في التلاجة. واللهم صل على النبي، عملت ايه بس الاول سلقتها، اديتها سلقه كده. حطيت عصره ليمون، او ممكن تحطي مثلا شويه سكر وتديها سلقه كده يعني خفيفه، اللي هو يعني تغلي كده حاجه بسيطه كده، يعني تقعد بالظبط 5 دقايق، وبعد كده تشيليها تصفيها كده بالمصفى وبس. ادي البصلايه اهي، مش هحمرها خالص عشان انا برضو مش عايزه احمر البصلايه خالص، ده يا دوبك بس هتدبل شويه صغيرين. وقطعت قرن فلفل كده، شطه بقى، انتوا عارفين الباميه بتحب الفلفل. وهشوح كده في البصلايه يعني تقلبتين بس كده. وبعد كده هحط بقى اللهم صل على النبي اللحمه، وهحط الصلصه وبس كده، وشويه رز وشويه ملوخيه وبس. في العادي اصلا، في العادي بحب اعمل ملوخيه جنب اي اكل، ده العادي بتاعنا. جنب محشي تلاقوني عامله ملوخيه، جنب اي حاجه تتخيلوها ما ينفعش يتعمل معاها ملوخيه احنا بنعمل معاها ملوخيه. يعني الملوخيه دي بتنفع مع اي اكل عندنا، لازم الملوخيه موجوده. هي يعني بص، تحس ان الملوخيه دي سفرتنا، من غير ملوخيه ما ينفعش. الملوخيه دي ادمان عندنا، ادمان والله، يعني ادمان عند عيالي كده، بيحبوا ياكلوا ملوخيه، وعندهم استعداد يفطروا ملوخيه ويتغدوا ملوخيه ويتعشوا ملوخيه، عادي مفيش اي مشكله. الملوخيه تبقى موجوده جنب اي اكل ما ينفعش تتحط جنبه، عادي بنحطها احنا. بس خلاص، شايفين بصلايه زي ما هي لسه بيضه، انا ما بحبش اصلا احمر البصلايه، ده اصلا طبيعتي كده على فكره. بس حطيت اللحمه، هتقولوا لي اللحمه متلجه، هي مش متلجه قوي قوي، يا دوبك يا دوبك هي فكت، بس مش فكت قوي برضو، بس انا عشان الحق وانجز وقتي. بس انا عارفه ان ده يعني ده غلط اصلا، ما يصحش ان انا اعمل كده، بس انا يعني عشان انا اتاخرت، ما عنديش وقت. بس حطيت بقى شويه كزبره كده وبس، وهسيبها بقى على النار مع نفسها شويه. هنا بقى كان عندي مكان الفطار بقى، كنت عامله لهم قرص. ف... فدي الكوبايات بقى. بصوا، يعني في ناس شاربين شاي، وناس شاربين جنزبيل واللي هو انا يعني كنت شاربه جنزبيل، كان زوري بيوجعني كده، فكنت شاربه كوبايه جنزبيل وايه كمان. وبس هشطف بقى شويه المواعين اللي في الحوض دي، علشان خاطر انتوا عارفين كركبه المواعين بتخنق بقى، كركبه المواعين تحس ان انت اصلا تايهه في المطبخ، مش عارفه تنجزي، مش عارفه تخلصي. انا يعني اللي هو انا بتكلم عن نفسي يعني، بحس ان انا مش قادره اخلص، لا بحس ان انا يعني مش عارفه انجز بسبب كركبه المواعين. فبحب كده اغسل المواعين اول باول، عشان خاطر يعني الدنيا ما تتكركبش فوق دماغي يعني. طبعا انا عملت حاجات كتير في اليوم ده. عملت ايه؟ مسحت المطبخ، شلت السجاده بقى بتاعه المطبخ، نفضتها وشمستها شويه. وبعد كده مسحت المطبخ. وعملت ايه كمان يعني، اللي هو بقى ايه، بصوا جايه بقى النشاط والهمه والطاقه والحيويه وكل حاجه كده واخدني. والله بجد لما بنزل اعمل حاجه يعني، اللي هو انزل اشتري حاجه، برجع بقى بحس ان انا عايزه اعمل حاجات كتير كتير، وببقى مش عارفه ابدا منين يعني. المهم انا دخلت المطبخ، قلت هخصص بقى يومي ده للمطبخ يعني.
فاللهم صل على النبي. مسحت بقى المطبخ، شلت السجاده ونفضتها ومسحت المطبخ. وعملت ايه كمان؟ المهم يعني عملت شويه حاجات تانية كده، و ده كله وانا بطبخ. يعني بصوا، انا بحب امشي كذا حاجه مع في نفس الوقت. يعني ما هو انا لو هعمل كل حاجه في وقت لوحده انا مش هنجز، لكن لما امشي كل حاجه في نفس الوقت بحس ان انا بنجز وبخلص بسرعه وبنجز يومي ووقتي. يعني مثلا، يعني هديكي فكره صغيره. لو انا عايزه اجيب حاجه من المطبخ مثلا، عايزه بجيب حله، بجيب حاجه، ولقيت الرف نفسه متبهدل كده، بظبطه في وقتها. عارفين في وقتها ازاي؟ يعني في وقتها، يعني 3 4 دقايق ولا 5 دقايق مش هياخدوا اي حاجه خالص مني، ده هو رف واحد بس. بقوم منزله كده الحلل وحطها في الارض ومسحه الرف كده بفوطه ولا حاجه، وبروح شايله الحلل رصها تاني بقى، ورصه حلوه بقى. وكمان انا مش فرشه مفارش في المطبخ، يعني الرفوف بتاعه المطبخ سايباها من غير مفارش. ليه؟ لان انا لما بفرش مفرش يعني باجي احط حله ولا حاجه بلاقي الدنيا بتتكعبل في بعضها كده، مش عارفه ازاي. فانا مش حاطه مفارش لان كده احسن، يعني كده احسن لي واسهل لي في التنظيف. اللي هو خلاص الدنيا اتكركبت، بنزل كل حاجه وفوطه كده ببلها ميه واعصرها كويس، وبعد كده امشي كده على الرف. وانا اساسا عندي الرف رخام، يعني المطبخ متقفل رخام، فبقوم بالفوطه كده ومسحه الرف كده وشايله الحلل رصها تاني، او حلل صواني بلاستيكات اي حاجه، وبرجعها تاني مكانها. فبحس ان انك ما تفرشيش مفرش ده احسن بكتير قوي. يعني اللي هو في انجاز انت مش لسه هتشيلي مفرش وتحطي، وبعدين الحلل بتتكعبل كده وبتكركب كده، والمفرش يكعبل مع الدنيا، تلاقي الدنيا بايظه في بعضها كده. فلا، انا ما بحبش افرش مفارش. فبس فحاجه بسيطه هي قلتها لكم. يعني لو انت تيجي تجيبي حله، تجيبي اي حاجه من المطبخ، لقيتي الرف متبهدل، اعمليه في وقتها، مش هتحسي بان المطبخ بتاعك مش نظيف، او الظرف عايزه تتظبط، او انت عايزه اصلا تظبطي حاجه في المطبخ. هتلاقي كل حاجه رايقه اول باول، وكل حاجه نظيفه. واهم حاجه الظرف بتاعه المطبخ اهم حاجه. بس كده. معلومة جميلة 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 كنت سمعاها من حد، وبصراحة طبقتها خطيرة. بس كده خلاص خلصت المواعين، وهنا خلاص طبخت وعملت الغدا بتاعنا. عملت رز وعملت بامية وعملت طبقين سلطة زي ما انتم شايفين، وسلقت اللحمة. بس كده، هو ده الغدا بتاعنا، وهو ده الفيديو بتاعي. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسيش لايك للفيديو. اشوفكم على الف خير. سلام عليكم.